زي النوبه هنا في اسوان عندنا النوبه في الافراح بتاعتهم بياخدوا حاجات صغيره بس بيحطوا فيها يوزعوا الحنه. شفت الحنه بتاعت العروسه؟ ايوه والعريس يحطوا فيها يوزعوها في البلد كلها. احنا النهارده في معرض النوبه في بازار الليمبي شارع سعد زغلول في السوق السياحي. احنا هنا هنتكلم مع عم صلاح هيشرح لنا بعض المنتجات اللي الناس بتيجي تسال عنها وايه الحاجات اللي بتميز اسوان او النوبه عامه. ازيك يا عم صلاح؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ اهلا وسهلا. الله يكرمك. الله يكرمك حبيبي. عايزين بقى نعرف ايه في حاجه من الحاجات دي الناس مثلا بتيجي تسال عنها، حاجه مخصوص الرسومات دي هل بتعبر عن حاجه او حاجات زي كده؟ حضرتك احنا كل شغلنا ده في كادر السياحه الفرعوني، الشغل الفرعوني، شغل اسوان المميز يعني. جميل. يعني احنا هنا مميزين بالشغل النوبي ده، الطباقه النوبي زي كده حضرتك. الطباقه النوبي دي كده دي احنا بنعملها عشان هنا اصلا بنستخدمها احنا ناس اسوان بنستخدم الطبق ده، الاطباق دي بنحط عليها شاور مثلا او الحاجات اللي بتغير. بنروح نطلع نواجد ده ونواجد ده. الناس هنا عادات والتقاليد بتاعت اسوان. الطبق بقى شكله حلو يعني، وبنطلع عليه المخبوزات بتاعت رمضان، بسكوت والجاتوهات والحاجات زي كده. يعني ده برضو الحاجات دي بيطلع عليها المخبوزات بتاعت رمضان. حضرتك ده كله ده الشغل ده بيستخدم يعني حاجه زي كده اهي، حاجه زي كده تحط فيها مثلا اي حاجه. جميل. اكسسوارات صغيره تخليها كده بس انت مميز زي بتاعت اسوان زي كده. العرايس النوبه اهو، عرايس النوبه وكده. الشغل ده كله ده مرغوب، كل الناس بتيجي تسال عليه. سياحه ومصريين، سياحه داخليه. والجمل اهو بتاعنا، الجمل اهم حاجه الجمل. ايوه اكيد. الجمل ده اساسي ده. وعندنا هنا الربابه اهي، الموزيك هنا برضه دي الموزيك ربابه تديك صوت برضه. دي شغل برضه من شغل المكان هنا. الشغل الشعبي. ايوه الله ينور. يعني حاجات كلها ظريفه الزبون الاجنبي بيحبها. طيب وبالنسبه للفرش ده سجاد ولا ملايه ولا؟ لا ده سجاد حضرتك، 2 نتر في 3 سجاد. ده سجاد بيتفرش على الارض. بيتفرش كده وبتعمل برضه ديكوريشن زي ما احنا عاملينه اهو حضرتك الصف. اللي هو فوق. ديكوريشن وكده. ودي طبلات بقى الجمل والبيت النوبي وكده، شغل صوف ده. بس دي حاجات بتتعلق على الحيطه. دي مش زي طابلوه. طابلوه كده يعني بعينك بتبص عليه يعني وكده. حاجات يعني بتبقى ظريفه وكويسه يعني. حاجات زي كده هو العلب دي كلها بتتاخد برضه كديكوريشن. دي برضه تحط عليها مثلا ديكوريشن، تحط فيها اي حاجه. يعني لو طبق زي ده مثلا تحط فيه اي حاجه، معاك فول سوداني، معاك مش عارف ايه، معاك ايه كده، منظر جميل. وتطلعه تقدم بيه للناس. تقدم بيه للناس كده. زي النوبه هنا في اسوان عندنا النوبه في الافراح بتاعتهم بياخدوا حاجات صغيره بس بيحطوا فيها يوزعوا الحنه. شفت الحنه بتاعت العروسه؟ ايوه والعريس يحطوا فيها يوزعوها في البلد كلها. الطباقه دي بتطلع عليها الحاجه السخنه. لو في حاجه سخنه مثلا بدل ما تمسكها بايدك او كده، لا تطلع عليها حاجه سخنه زي كده. دي ما تتلسعش مثلا من الحراره العاليه. بخوص حبيبي ده ما بيتاثرش. لا زي كده. طلع عليها الحاجه السخنه. انت حضرتك بقالك قد ايه، كام سنه مثلا في كتير بقى، عمرنا كله قضيناه في السياحه والله. ما شاء الله. فاحنا بنحب السياحه، شغلانه ظريفه ولذيذه وكويسه. بتعرف على ناس كتير، بتعرف على شخصيات وثقافات. اسبانيا، ايطاليا، ايه ده كده يعني. او بما ان حضرتك بتتعامل مع السياح كتير، ايه الحاجات اللي حضرتك اتعلمتها منهم او استفدتها منهم مثلا؟ طبعا استفدنا حاجات كتيره. يكفي الذوق بتاعهم، الاتيكيت بتاعهم، عدم الصوت العالي، ما عندهمش صوت عالي. بيتعاملوا معاك لذيذ، هم بيتكلموا بالراحه، بيتكلموا بهدوء، بيحبوا ان اللي بيضحك لهم، بيحبوا كذا ويحبوا كذا، شعوب حلوه كده. في حد جالك اكتر من مره هنا يعني مثلا بعد مده لقيته جالك تاني نفس كتير مصريين واجانب. ولا احنا كنا هنا السنه اللي فاتت طبعا اللي بيجي عندنا ويقول كده بقى احنا بنبقى مبسوطين وفرحانين انه جالك المكان. ان احنا عندنا اهم حاجه هنا بتعامل الزبون، عشان احنا بنعمل دعايه مباشره. درسناها زمان في الفندقيه بالمدارس وكده. يقول لك اهم حاجه الدعايه المباشره. ما هي الدعايه المباشره؟ يقول لك يشرحها لك، يقول لك دي ان انت ايه تعامل الزبون بعد ما يمشي بلده، ايه اللي خدوه عن البلد دي والمدينه دي. يقول لك الطباع اللي اكتسبها من هنا. لا دي الناس كويسه وبيرحبوا بالناس غير اللي هي الدعايه اللي هي بتبقى ايه بالشيشي ميديا بقى والمؤتمرات وكده لا المباشره بتبقى اقوى حضرتك، بتبقى اقوى جدا. انت برضه تبقى عايز تكسبه، مش مجرد ان انت بتبيع له وخلاص. لا مش لازم ما انت لو بعت له بيع مش كويس والاسلوب بتاعك انت بتبيع له مش كويس، مش هيجي لك تاني. لكن احنا بنشتري من عندنا الزبون بيمشي بيطلع مثلا يروح مكان تاني وبيجي راجع تاني عندنا، بنسوي له تصبح على خير باي مش عارف ايه. في زبون بنقعده لو بيه معاه وقت مثلا
بنقعد ونجيب له شاي ونجيب له كده وبتاع وبيقعد معانا وكده كده يعني. لكن كده ما شاء الله الالوان الحاجه اللي هنا دي مبهره، تخلي اي حد جاي احنا مميزين بتاخد العلم. لا ما شاء الله احنا مميزين هنا عكس الناس كلها، مميزين بالالوان بتاعتنا ومحافظين على الشغل ده، على الرغم متعب في الماديات وكده وكلام زي كده وكده يعني. في ناس بتسأل على مقاس معين، مقاس كده، حاضر احنا نقول لهم هنكلم الست اللي هي بتعمل كده. ما شاء الله.